ازيكم يا جماعه. انا النهارده طالعه اتكلم بصوتي. ممكن ناس كتير جدا تعترض على طريقه صوتي، على طريقه النبره، الكلام. انتوا حرين براحتكم، ما يفرقش معايا لان ربنا خلقني كده. انا عايزه اوجه كلام النهارده للبنات اللي عدت سن ال30. اكيد بتقعد الناس يقولوا لها يا ده انت كبرتي، ده انت ترضي يا ستي باي حد، ارضي مش عارفه بايه. لا ما ترضيش، انا اسفه، ما ترضيش. انت مش قليله عشان عديتي ال30 تقولي ارضى باي حد وخلاص، الحق اتجوز اجيب عيال. ربنا عمره ما بيعمل حاجه وحشه. ممكن يكون مأخر عليكي الجواز عشان يرزقك بواحد احسن من مليون مره من الناس اللي اتكلموا عليكي. ممكن ربنا يكونش شايف خير ليكي في الجواز، ممكن تكوني هتتبهدلي فمنع عنك النقط، يعني الحاجه اللي هتاذيكي. فما ترضيش باي حد. الست اللي عدت او البنت اللي عدت سن ال30، سوري، البنت اللي عدت سن ال30 ما تجيش تقول ايه انا كبرت، انا خزاره شعر ابيض. طب ايه المشكله؟ الشعر الابيض ده ممكن تكون بصيلات شعرك ضعيفه، او ممكن من كتر التفكير او من الخضه. البنت بعد ال30 بيبقى عقلها اكتمل، انوثتها اكتملت، بقى عندها درايه اكتر بالحياه. فعلا بقى عندها درايه اكتر بالحياه. فلا انت لما هتيجي تتجوزي هتقدري تمشي بيتك احسن من اللي اتجوزت في سن ال20. تعالي كده شوفي حد اتجوز في سن ال20 هتلاقي مشاكل عندهم بالهبل. انت لو اتجوزتي بعد ال30 هتلاقي نفسك تتخطي مشاكلهم دي بنسبه 70 او 80%. مش هقول لك الحياه وردي برضو بعد سن ال30 مع في الجواز، لا برضو في مشاكل، بس المشاكل هتقدري تتخطيها. فما تقوليش ارضى باي حد عشان انت مش قليله. انت بعد سن ال30 بقيتي احلى من القمر، عشان انت بقيتي قمر. شفتي القمر 14؟ انت بقيتي احلى من القمر 14. فما ترضيش باي حد، تمام؟ فانت ما ترضيش باي حد عشان انت مش قليله. ارضي باللي يناسبك، اللي يقدر يعيشك في المستوى اللي انت عايزاه. بس مش هنقول غني يعني، بس يكون الحمد لله ميسور ويراعي ربنا فيكي ويقدر يتحمل مسؤوليتك. فما ترضيش باي حد، ارضي باللي انت شايفاه بالنسبه لك كويس، باللي انت ترتاحي معاه. سيبك من كلام الناس اللي بتتكلم تقول لك ارضي 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 ارضي. لا انا مش هرضى، انا مش قليله. انا مش هرضى باي حد اجي لكم بعديها معايا عيال انا عايزه اتطلق يا فرحتي. لان الحياه بعد الطلاق اوحش بكتير من وانت بنت او انت متجوزه. الحياه وانت بنتك افضل، وانت متجوزه كويسه، وانت مطلقه انيل، وحياه كارثيه بتمر على كل الستات. يعني دي كارثه. فنصيحه عشان كده بقول لكل البنات اللي عدت ال30 ما ترضيش باي حد وتقولي انا هتجوز وخلاص. لا، افرضي اتطلقتي هتبقى حلوه؟ ده انت هتشوفي بلاوي وهتشوفي نماذج من الناس سيئه فوق ما تتخيلي. انت في مجتمع بيبص للمطلقه بنظره تانية مش حلوه. يعني ممكن تكون هي خلاص انا اتطلقت اخد عيالي في حضني واعيش بيهم، لا في ستات تانية في مجتمع بيبص للستات دي بنظره تانية، في كوارث دي نقدر نتكلم عليها في مره تانية. فاوعي ترضي باي حد وخلاص. انت غاليه، غاليه في نظر نفسك، فما ترضيش باي حد. ارضي باللي شايفاه ان هو يستحقك، ان انت حاجه كده يشوفك حاجه كبيره. يعني انا واحده من الناس معديه ال30، انا معديه ال30 يا جماعه، جالي يا ناس، بس مش هرضى باي حد. عارفين ليه؟ عشان انا مش قليله، انا غاليه، وعايزه اتجوز واحد يكون قادر يتحمل مسؤوليه بيتي، يراعي ربنا فيا، ميسور الحال، يقدر يتحمل مسؤوليه بيت، دماغه شغاله. انما لو انا عايزه اتجوز كنت اتجوزت من بدري، يلا بس ارجع بقى بعيال، لا. فانت ما ترضيش. اتجوزي اللي انت شايفاه مناسب ليكي، اتجوزي باللي انت شايفاه يقدر ان هو يتحمل مسؤوليتك، اتجوزي باللي هو يقدر يتحمل مسؤوليه بيت وعيال. فاهماني؟ فما ترضيش باي حد. مش يقول لك ده القطر فاتك، قول له معلش اركب القطر اللي بعديه، هشوفه جاي الساعه كام، الوقت ما ناسبنيش هشوف القطر اللي بعديه، وهكذا. القطارات ما بتخلصش. انت غاليه، وغاليه في نظر نفسك، وغاليه في نظر يعني اي حد. انت غاليه، فما ترضيش باي حد عشان انت بقيتي احلى من القمر. بجد انت احلى من القمر. فالقمر ينفع ياخد حد اقل منه؟ لا ما ينفعش طبعا، ياخد احلى واحلى من اي حد. وربنا كاتب لك نصيبك على فكره.
ربنا كاتب لك نصيبك. شخص هتاخديه لو العالم كله اجمع عليه ان هو لا، وربنا كاتبه هتاخديه. فاهماني؟ فما ترضيش باي حد، ارضي باللي يستحقك، ارضي باللي يقدرك، ارضي بالراجل اللي مخه كبير. يعني سوري، يعني احنا عدينا ال 30، هناخد واحد فوق ال 40، ايه المشكله؟ بالعكس، بيبقى عقله اكتمل، مخه اكتمل، عنده درايه بالحياه اكتر، عنده ازاي الدنيا تمشي، يقدر يتحمل مسؤوليه بيت. عكس اللي في العشرين، اللي في العشرين ما عندوش درايه بحاجه، بيتصدم بالواقع. فلما بيتصدم بالواقع بيقول يا لهوي، ده انا ما كنتش عارف ان الجواز كده. انما لو عدى ال 30 او عدى ال 40 بقى عنده درايه، بس اللي فوق ال 40 بقى اكتر، عارف الحياه تمشي ازاي، بقى عنده خبره في الحياه اكتر. فما ترضيش باي حد يا حبيبتي، يعني ما ترضيش، عشان انتي قمر، انتي احلى من القمر وغاليه. فارضي باللي يستحقك، واوعي تيأسي ابدا. رحمه ربنا كبيره، ربنا كاتب لكل واحد فينا نصيبه، فانت نصيبك هيجيلك. لو ربنا كاتب لك ان الجواز مش خير فخلاص هو مش خير، هتاخديه بالعافيه. عيشي حياتك، اخرجي، اشتغلي، ليكي اصحابك، اتفسحي، اعملي. ما تقوليش خلاص انا حياتي اتقفلت اقعد في البيت، لا، اخرجي، روحي، تعالي، حتى لو لوحدك، اتفسحي وشوفي الدنيا. الحياه مش هتقف. اتجوزتي يبقى ربنا كاتب لك في الجواز ده خير، خلاص، يبقى انت ان شاء الله ربنا يرزقك بالرجل الصالح اللي يراعيكي ويقدرك. ففي تلك الحالتين مفيش شر. اتجوزتي يبقى خير، ما اتجوزتيش برضه خير، وربنا حاميكي من اذى هتشوفيه. فما ترضيش باي حد يلي عديتي سن ال30. فاهمني؟ عشان انتي غاليه واحلى من القمر. ماشي يا قمر؟